السلام عليكم أصدقاء السرعة والفخامة. اليوم غادي نعيش مواجهة راقية جدا بين عملاقي الرفاهية الألمانية BMW الفئة السابعة 2025 ومرسيدس اس كلاس 2025. معركة ماشي ديال السرعة هذه المرة، ولكن ديال الفخامة، الراحة والتكنولوجيا. نبدأ مع BMW الفئة السابعة، تصميم جديد كليا، جريء وأنيق في نفس الوقت. شبك أمامي ضخم، إضاءة ليد كريستالية، وهيبة ما تتغلطش فيها. الداخل تحفة فنية، شاشة ضخمة منحنية، ونظام ايريث 8.5 الذكي اللي كيخليك تتحكم في كل شيء غير بالصوت أو الإيماءات. أما مرسيدس اس كلاس فكتجاوب بأسلوبها الكلاسيكي الفخم، واجهة راقية، خطوط ناعمة، وتوازن بين الأناقة والتقنية. الداخل بحال سلو طائرة خاصة، شاشات OLED، إضاءة محيطية، ومقاعد كتدير تدليك وتدفئة وتبريد فآن واحد. من ناحية الأداء، الفئة السابعة كتجي بمحركات هجينة خفيفة ومحرك في 8 قوي، مع نسخة كهربائية بالكامل باسم i7 كتجمع بين الصمت والقوة. أما اس كلاس فكتتوفر بمحركات 6 و8 سلندر مع نظام EQ بوست الذكي، اللي كيعطيها تسارع ناعم وقوي في نفس الوقت. فالراحة، مرسيدس كتبقى المعيار، نظام التعليق الهوائي ديالها كيعزل الطريق بطريقة سحرية. أما BMW فكتمنح إحساس أكثر رياضي، تحس السيارة كتعرف نيت شنو باغي داير قبل ما تديرها. التكنولوجيا، هنا المنافسة حامية. الفئة السابعة فيها تجربة سينمائية بشاشة خلفية عملاقة بحجم 31 بوصة، وصوت محيطي بارز وويلكنز خرافي. اس كلاس من جهتها كتتميز بنظام MBUX المتطور اللي يتعلم من السائق، ويجاوب على أوامره بذكاء حقيقي. وفي النهاية، كل وحدة كتقدم مفهومها الخاص للفخامة. BMW 7 سيريز 2025 كتخاطب الشباب ومحبي التكنولوجيا، بينما مرسيدس اس كلاس 2025 كتوجه نفسها لعشاق الراحة الهادئة والتجربة الملكية. السؤال الآن، أنت مع الفخامة الجريئة ديال BMW أم مع الفخامة الكلاسيكية الراقية ديال مرسيدس؟